جدتي الثانية اللي هي أم أبويا، أمه كانت تأكلنا لما تشوفنا وتحاول تستعطف أبويا، لكنها ما قدرت تغير أي شيء في حياتنا. أنا وأخوي محمد شفنا أيام سودة كثير. كان لما يسويها على نفسه في الليل أروح مكانه علشان ما ينضرب، وبالمقابل هو أحيانا كان يسرق لي أكل بين الوجبات، وكل ما ينقفط ينضرب، لأن على قولة أبويا إحنا مو قرود عشان كل واحد ياكل لحاله. علت انت علك. ودي أختصر هذه الفترة لكنها كانت صعبة علي. متخيلين طفل مكتئب بكل ما تعنيه الكلمة؟ أنا كنت كذا. ومحمد أخوي أهون مني، كان ينضرب وبعد ساعتين يضحك عادي. كنت متفوقة، لكن أخوي محمد كان كسلان، ولما صار بالمتوسط كنت أشرح له إلين ما أبكي لأنه ما كان يفهم علي. بس قدرت إني أرفع نسبته من السبعينات للثمانينات. لما صرت بالثانوي صار عندي 3 أخوان، ولدين وبنت من أبويا، بس ما زال الوضع كأننا أغراب، وكأننا جالسين عند عمنا أو خالنا، وأخوان الصغار ما لنا أي احتكاك فيهم. أخوي محمد كان يحاول يلعب معاهم ويسولف، بس أكثر من مرة سوت له زوجة أبويا سالفة وما تاب، وياما قلت له خلهم بحالهم، ويقول لا بكرة إذا صار لأبوي شيء ما لهم غيرنا. فجأة كنت نايم العصر ودخل علي أخوي محمد يحبي بسرعة ووجهه كله دم، وأبويا وراه يلحقه ورافع العصا، عصا كبيرة يبغى يضربه. تخبى محمد ورايا وأنا تعلقت برجل أبويا، قام ضربني معاه ورجع كمل عليه. كلامه كان كله قذف وكلام وسخ. ما فهمت ايش سوى اخوي في هذه اللحظه اللي انا بالزاويه واخويا قاعد ينضرب قدامي. والله العظيم بدون اي مبالغه جت زوجة ابويا وقفت عند الباب وتبتسم، ناظر فيني مثل المسلسلات، تبتسم واخوي محمد دمه في كل مكان. كانت هذه اللحظه اللي اختفى فيها كل خوفي. قمت لها والله اني كنت ناويه اذبحها، ابغى ادخل اصبعي بعينها، اخنقها، اي شيء بس تموت. قامت تصرخ وانا لسه حتى ما وصلت لها، حتى سحبني ابويا بشعري وصفقني بالجدار، واخذ جوالي وطلع من الغرفه وقفل الباب علينا، وخلونا من العصر الين بعد المغرب. وحمودي اخويا راسه على رجلي ويون ما ادري صاحي دايخ. دخل عمي علينا فجأة